عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم. دلوقتي هعمل معاكم وحشتوني كتير جدا. دلوقتي هعمل معاكم الكروسو والحاجات بوكس اللانش بوكس بتاع الولاد المدارس، وممكن ينفع للفطار. عندي هنا معلقتين سكر، 3 معالق سكر كده، وعندي نص كوباية زيت. انا ضفت 4 معالق سكر ومعلقة خميرة ومعلقة ملح، وعندي كوباية مية دافية. نزلت بالسكر والملح والخميرة لتنشيط الخميرة، وبعدين عندي كوباية زيت، وعندي 2 كيلو دقيق. هنزل دلوقتي، هسيب الخميرة تنشط معايا، وعندي المية اللي عندي بستعملها دافية. هنخل الدقيق لجميع الأغراض. ولو أول مرة تشوفيني ياريت تدعميني بلايك وتعملي لي مشاركة للفيديو، واحسن تعليق وعايزة تعليقك الحلو، الدعوة كويسة والصلاة على الرسول. كده انا خلطت الدقيق، ويسعدني جدا جدا تشتركي معايا. نزلت كده بالخميرة اللي انا نشطتها بالخميرة والسكر، معلقتين السكر ومعلقة الملح. ممكن تبدلي المية بلبن او كوباية زبادي. احنا هنا بنعمل وصفة اقتصادية بحيث ما تكلفناش كتير. عايزة تستبدلي المية بكوباية مية، تضيفي كوباية مية وتكملي كوباية لبن وتكملي بالمية. هنا هلم العجينة معاكي واسيبها تخمر معايا حوالي ساعة او ساعة الا ربع. وياريت لو اول مرة تشوفيني تدعميني بلايك وشير وسبسكرايب، وشرفني جدا جدا اشتراك معايا في القناة في مطبخ شيزان تاج الدين. وحشتوني كتير جدا. كده هلم العجينة. العجينة هتكون لينة، ما تكونش ناشفة جامد، ولا ما تكونش يابسة، ولا تكون طرية، بحيث ان انا اشكلها كده. نزلت بنص كوباية الزيت، عندي نص كوباية زيت، وعندي ممكن تستبدلي الزيت بحوالي 100 جرام زبدة. وهسيبها كده تخمر. وتعالي اسمعي الفيديو للاخر وشوفي هنعمل ايه، وهنعمل احلى وصفة. وكده هغطيها بكيس تلاجة، ممكن تفتحيه او رول استريتش كده. خمرت معايا وتسيبيها حوالي ساعة، ساعة الا ربع، هتخمر معانا كده. خلاص ههبطها والمها تاني واقطعها وابدا اشكلها معاكم. هنبدا. اهم حاجه محتاجين كمان حوالي 200 جرام زبده. وهقطع العجينه كده كويرات حسب ما انت عايزه الكميه اللي انت عايزاها. وممكن كمان العجينه دي يا جماعه، ممكن انا ضفت لها خميره وضفت لها معلقتين سكر. الكيلو بياخد معلقتين سكر. لو هتعملي نص الكميه، انا هنا عامله 2 كيلو، ممكن تستعملي منها كذا شكل للعجينة. ممكن تعملي منها باتيه، ممكن تعملي وتحشيه جبنة، تحشيه عجوة، تعمليها قرص وتضيفي لها كمان سمسم على الوش كده. هتكوريها كده وعلى راحة ايدك. ممكن تقطعيها كمان بكوباية كده. ممكن تعمليها قرص وتحشيها جبنة، او تحشيها تحشيها معانا. اللهم صل وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد. اي جبنه عندنا، جبنه بيضه او جبنه شيدر. ممكن كمان تحشيها عجوه كده. هكورها كده، واول ما بتكوري العجين وتبدأي فيه، بتولعي الفرن على درجة حرارة 200. الاول يبقى عالي، وبعد كده تهديه على درجة 200 اول ما يسخن معانا. ودرجة السوا عندنا كده هغطيه واسيبه يخمر معايا كده. انا شكلته منه على كذا شكل. ممكن تعملي منه كحك مضفر، او تعملي منه اللي هو العيش السندوتشات. بس انا هعمل منه باتيه وكرواسون بس بطريقة تانية، وهقطعه كده. بصي انا هعمل منه وصفة تانية سهلة جدا. الكرواسون اللي انت بتشتريه، ودي حاجة نظيفة وبتعمليها في البيت واقتصادية. ممكن زي ما انا قلتلك كده، هفرد العجينة وهسيبها تريح في التلاجة، وقابل لي ايدي كده
هدهنها، ممكن تدهنيها بالفرشة، وهدهنها بزبدة المتوفرة عندك، إن كانت سمنة سايحة أو زبدة. هعملها كده كويرات قد بعضيها كده، واحط كل بين قطعة وقطعة ادهنها بزبدة. انا عندي هنا زبدة صفرة سايحة سيحيها حوالي 200 جرام. وبعد ما تخلصيهم تحطيهم في التلاجة، تسيبيهم يريحوا حوالي نص ساعة. بس انا استعجلت عليهم وعملتهم على طول، بس طلعوا جمال جدا. واول مرة بصراحة اعمل الحاجات دي، والوصفة دي جميلة جدا. وانا بعمل الحاجات دي كل يوم اجازة في الاسبوع بعمل الحاجات دي بتاعت الاولاد. بصي كده، تعملي الكمية حسب احتياجات اولادك، هتعملي 2 كيلو، كيلو ونص، حسب ما الولاد يستهلكوا طول الاسبوع. كده افردها كده، وبعد ما اخلصها ادهنها كده بالفرشة وادخلها التلاجة. كده خلصتهم، وبعدين هبدأ افردهم وتسيبيها تريح في التلاجة. انا استعجلت عليهم وما حطيتهمش في التلاجة كتير، يعني ما كملتش معايا. وكده هبدأ افرد معاكي العجينة كده بالتساوي واحدة واحدة. انا بحط زبدة ليه؟ علشان العجينة تفضل، عشان اللقمة تطلع معايا مورقة. الكروسون اللي انا هعمله او الباتيه تطلع معايا مورقة. ممكن كمان تضيفي بيضة، بس احنا بنعمل وصفة اقتصادية، يعني في كذا كذا مقدار. انت كده هتبصي هلف هعملها كده، اقطعها وبعدين هقطعهم مثلثات. هفردها مربع الاول، وبعد كده افردهم بالمردنة والفهم كده. بصي، وبعدين هسيبهم لغاية بعد كده يخمروا معايا. وبعد ما يخمروا معانا هنسيبها حوالي ساعة، ساعة الا ربع، يعني ما يكملش نص ساعة على ما العجين يخمر معايا. واغطيه بفوطة واكون مشغله الفرن معايا على درجة حرارة ممكن درجة تشغلي الفرن على درجة 200-220. وبعدين لو الفرن شغال بالشواية مع بعض بتشغليهم مع بعض وتهدي الفرن. لو الفرن شغال من غير الشواية بتشغليه على الشواية على الفرن الاول، وبعد ما ياخد لون من تحت تطفيه، وبتاخد 5 دقايق بالظبط فوق تحت الشواية. تطفي الفرن وتشغلي الشواية. بصي كده، حطيتهم في الصاج دهنته بزيت خفيف جدا عشان ما يسودش معانا. وبصي كده تلفي كده. ممكن تعملي كمان حشو لو في شوكولاتة، انا عملته سادة، الاولاد بيحبوه ساده. كده القطعه دي كده سايحه معايا، فانا هحاول على قد ما اقدر الفها. انتي اهم حاجه بس تسيبيه يريح في التلاجة حوالي ساعه ونص ساعه. وبعد كده هنكمل الباقي. كده عملتي مثلثات، قطعيها الاول مربع، تفرديها مربع وبعدين تقطعيها مثلثات متساويه. والقطعه اللي باقيه معاكي ممكن تعمليها كمان مربعات، بحيث تلفيها باتيه. انت عايزه كمان تعملي حشو، ممكن تعملي شوكولاته نوتيلا او الشوكولاته التانية، تسيحيها الخام بتاعتنا وتسيحيها وتضيفي كل قطعه تحطي فيها حته كده، يعني حوالي 10 جرام. ممكن كمان تحشيها جبنه. هنا عملت باتيه، ويا رب يا رب كل حاجه اقدمها تنول اعجابكم، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. ويا رب يا رب كل حاجة اعملها تعجبكم. وما تنسوش اللايك والشير في السبسكرايب في مطبخ شيزان تاج الدين. كده هسيبهم يخمروا، بعد كده المعهم تلمعي العجين بعد ما يخمر معاكي. بصي طلع معايا، تلمعي العجين ببيضة او صفار بيضة مع رشة سكر خفيفة ومعلقة زيت وبالفرشة، وتلمعيهم بشويش خالص بالراحة جدا بحيث ان العجين ما يهبطش معاكي. بصي طلع معايا جميل ازاي، وطلع تحفة جدا وجميل جدا وطعمه لذيذ
ما شاء الله تبارك الله، بسم الله ما شاء الله. انا اول مره اعمل الحاجات دي بصراحه، وان شاء الله بصي مورق معايا واللقمه معايا مورقه وسوفت وطريه جدا، وما شاء الله. اهم حاجه ياخد الخمر بتاعه زياده، وما تستعجليش عليه. واهم حاجه كمان العجينه تسيبيها في التلاجة حوالي ساعه وانتي بعد ما تفرديها. وما تنسيش اللايك والشير وسبسكرايب، ويسعدني جدا جدا اشتراككم معايا في مطبخ شيزان تاج الدين. ويا رب نقول اعجابكم في كل حاجه اقدمها، وادعوا لنا بدعوه حلوه يا رب يا رب يا رب كل حاجه نقدمها. ويا رب يعم السلام على العالم كله وعلى الامه الاسلاميه وعلى العالم كله يا رب العالمين يعيشوا في سلام وخير. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك في مطبخ شيزان تاج الدين. مع الف سلامه. مع الف سلامه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك لان اللايك بيعلي الفيديو. مع الف سلامه.